بأي حق يستغل الدين تجاه الأكراد. المسلم الكردي يناديكم، يقولون لكم إنما المؤمنون إخوة، لما أخوتكم لا تشملني؟ يسألك بالله عليك، تقول له أمام الله سبحانه وتعالى لأن أردوغان خليفة المسلمين أمرنا بمحاربتهم. الكردي يسألك لما أخوة الإسلام لا تشملني؟ لما أخوة الإسلام تقف عند حدودي؟ لما أخوة الإسلام تتجاوزني؟ أين عدالة الإسلام؟ لما لا تشملني؟ أين المساواة الإسلامية؟ لما لا تشملني؟ أم تشملكم أنتم وحدكم؟ البعض المغرر به يقول أردوغان هو حامي الحدود. يا رجل اتقوا الله في المسلمين. إلى أمس كنتم تخطبون في الناس، كنتم تحاضرون في الناس، تقولون هذه حدود وضعها الاستعمار. اليوم هذه الحدود أصبحت مقدسة. حدود كنتم تذمونها اليوم أصبحت مقدسة. وفرضا وجدلا وأنا منهم إن شاء الله يتحقق حلم الدولة الكردية. لكن حتى بمنطقكم أن الأكراد انفصاليون، ماذا جرى؟ هل خربت الدنيا؟ هل خرب الإسلام؟ أكثر من 23 دولة عربية لم يتمزق راية الإسلام. أكثر من 57 دولة إسلامية لم يتمزق راية الإسلام. لكن عندما الكردي ينادي بحقه يا غيرة الدين، بأي هذا المنطق تخاطبون الناس؟ لكن العتب ليس عليكم، العتب على الجماهير الغنم الذين يصدقونكم. نعم أقولها الغنم، لأنهم يأخذون أقوالكم كأنها قرآن منزل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المؤمن في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما، أنتم تشجعون الناس على قتل المسلمين. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات دون ماله وعرضه فهو شهيد، اتق الله يا شيخ، اتق الله يا خريجي الدراسات الإسلامية، يا خريجي كليات الشريعة. هل الأكراد تجاوزوا الحدود التركية أم تركيا دخلت إلى الحدود السورية؟ اتق الله، اتق الله. الله سبحانه وتعالى سيحاسبك على هذا التلاعب بدين الله عز وجل. أكثر من 6 أيام مرت على هذه الحرب القذرة الذي يشنها تركيا ومرتزقتها وبدعم من الإخوان المسلمين. لم نرى شيخا واحدا يخرج على الفضائيات. لم نجد مجموعة من المسلمين يدينون هذا الأمر القذر حتى يكون لديهم حجة أمام الله عز وجل. كان من واجبكم على أقل تقدير أن تكونوا كما قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. على أقل تقدير، لا أن تصدروا بيانات، لا أن تخطبوا، لا أن تقرأوا القرآن في المساجد لدعم العسكر التركي تجاه إخوانكم الكرد، تجاه المسلمين الكرد. لا بارك الله بهكذا دين عندكم، ولا بارك الله بهكذا إسلام حرفتموه عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. سنقوم بين يدي الله عز وجل نقول يا ربنا إنا نشكو إليك علماء المسلمين، إنا نشكو إليك طلبة العلم من المسلمين، إنا نشكو إليك خريجي كليات الشريعة، يا ربنا نشكو إليك خريجي الدراسات الإسلامية الذين مدوا أيديهم إلى الظالم ونسوا إخوانهم الكرد. ألم تسمعوا قال الله عز وجل ولا تركنوا، الركن هو الميل القلبي، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لكننا مؤمنون بالله عز وجل وعثرين بإرادة أبنائها ستنتصر، وإن شاء الله ستصبح كل جعجعتكم وكل بياناتكم وكل تحريف حرفتم الكلمة عن مواضعه ستتكسر إن شاء الله أمام أسوار عثرين. إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل. نشكو إلى الله ظلمكم أيها العلماء، نشكو إلى الله ظلمكم يا مشايخ،
نشكو إلى الله ظلمكم يا خريجي كليات الشريعة، نشكوكم إلى الله على إهمالكم وعلى مساعدتكم لهذا الظالم والطاغية. إنا لله وإنا إليه راجعون. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.